السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الإعدادي أهلا بكم. معكم مستر يوسف يحيى. هنتكلم النهاردة عن how to write a paragraph. إزاي نكتب باراجراف. الباراجراف بتاعنا النهاردة بيتكلم عن the summer vacation، الأجازة الصيفية. أولا تعالى كده نشوف مع بعض شكل السؤال بيجي لي إزاي. هو بيجي بيقول لي راس السؤال write a paragraph of 80 to 90 words on my last summer vacation. اكتب لي فقرة مكونة من 80 ل 90 كلمة عن أجازتي الصيفية الماضية. يبقى الحد الأدنى بتاعي 80 كلمة لحد 90، عايز تزود مفيش مشكلة بس ما تقلش عن 80. طبعا لما نيجي نكتب باراجراف لازم أنظم أفكاري، أشوف الأفكار اللي أنا هتكلم عنها، أبقى عارف أنا هتكلم عن إيه. فلما أجي أتكلم عن السمر فاكيشن أول حاجة أفكر فيها which activities did you do last summer vacation. يبقى أنا هتكلم عن إيه الأنشطة اللي أنت عملتها في الأجازة اللي فاتت. بعد كده هتكلم عن how did you spend your time، ازاي قضيت وقتك. بعد كده هتكلم عن where did you do them، انا عملت الانشطه دي فين. بعد كده هتكلم عن who did you do them with، انا عملت الانشطه دي مع مين. بعد كده هتكلم عن how did you feel، كيف شعرت، يعني انت كان شعورك ايه. يبقى انا عندي 5 افكار بفكر فيهم وببدا املى بيهم الباراجراف بتاعي. which activities did you do last summer vacation، ايه الانشطه اللي انت عملتها في الاجازه اللي فاتت. how did you spend your time، ازاي قضيت وقتك. where did you do them، عملت الانشطه دي فين. who did you do them with، عملت الانشطه دي مع مين. how did you feel، كيف شعرت او ازاي حسيت في الاخر. تعالى كده نشوف مع بعض اهو my last summer vacation. تعالى نشوف هو بيكتب لوحده. طبعا احنا بنستحضر الجمل بالعربي بطريقه بسيطه في دماغي وابدا اقلبها انجليزي. فهنا بقول ايه last summer vacation was great، الاجازه اللي فاتت او الاجازه الصيفيه الماضيه كانت رائعه. as I did many activities، لاني عملت الكثير من الانشطه. I traveled to Hurghada with my family، سافرت للغردقه مع عائلتي and cousins وولاد عمي. we swam in the sea، عمنا في البحر. we rode bikes and played many games together، ركبنا الدراجات ولعبنا العاب كتيره مع بعض. we enjoyed our time there، استمتعنا بوقتنا هناك. I also volunteered to help clean the street in our city، ايضا تطوعت لتنظيف الشوارع في مدينتي. every weekend، كل عطله اسبوعيه we collected trash from the streets، جمعنا القمامه من الشوارع and sent it to the recycling center، وارسلناها الى مركز اعاده التدوير. I joined the football team، انضميت لفريق الكره او فريق كره القدم as the club في النادي. and we won a tournament، فزنا بالبطوله. we were really happy، كنا سعداء حقا. I read many books، قرأت العديد من الكتب. and watched many movies، وشاهدت الكثير من الأفلام. it was one of the greatest vacations that I had، كانت واحدة من أعظم أو أروع الأجازات اللي أنا قضيتها. يبقى العملية بسيطة، أنت قاري عن السمر فاكيشن أكتر من موضوع في الكتاب فتقدر تتكلم عن أنشطة كتير، وحتى من غير ما تقراها أنت عارف أنت بتعمل إيه في الصيف. تمام؟ يبقى نشوفكم إن شاء الله قريب في فيديو تاني نشرح فيه حاجة تانية برضه مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.